نقول لك مبروك، 3 نقاط هامة بالنسبة لكم في مسيرتكم. الله يبارك فيك، تسلم. المباراة كانت صعبة بالنسبة لكم اليوم؟ ما في شك، قدام فريق عريق مثل الاتحاد وفريق محترم مهما كان له عنده من الغيابات. الفنيلة الاتحادية لها هيبتها ولها احترامها. اليوم مباراة صعبة جدا والحمد لله استطعنا يعني الفوز رغم ظروف المباراة اللي واكبتنا. لحظة الطرد كان عندك تخوف من نتيجة المباراة؟ ما في شك يعني لحظة طرد نتيجة خطأ تقديري أعتقد يعني حيشوفه الحكم فهد المرداسي، حيشوف أكيد أنه خطأ. أنا برأيي أنه خطأ ما يستحق عمر، وفاول عمر، لكن ممكن يعني الحركة سريعة ما انتبه الحكم لها. لكن كنت مركز بين الشوطين، لأول مرة في الدوري أنزل بين الشوطين للعيال وأتكلم معهم وأقول لهم يعني أنتم فريق لازم مهما جاء من طرد أو كذا أنكم خلاص تكملوا بعض. وتكلمنا معهم كلام خاص وكانوا قد المسؤولية وزرعنا فيهم الثقة، وكانوا بالشوط الثاني ظهروا مظهر آخر يعني. ابو وليد، اخيرا راح اسالك عن عمليه المقايضات اللي طرحت في الايام الماضيه ما بينكم وما بين الاتحاد، هل هناك شيء؟ لا ما في أي شيء يعني. بالنسبة لنا مقفل ملف الانتقالات، لن ينتقل لنا أي لاعب ولن نجلب أي لاعب خلال الفترة. احنا فريقنا شايفينه اليوم مرضي عشاق الشباب والحمد لله. فقضية الإشاعات والانتقالات، أنا رحت عند بيت أخوي أبو طلال وتعشيت عنده سعادة اللواء محمد وتفسر. يعني احنا صرنا رؤساء أندية لما نزور بعض أو نتزاور وحتى معناه لازم انتقالات، لا هي أخ صديق من سنوات طويلة ونعم الصديق، ورحت زرته رديت زيارته، كان زايرني الأسبوع الماضي رديت زيارته له، فما في أي شيء. لكن تأكد يعني أعتقد أننا نمشي بسياسة واضحة السنة هذه، ما نحاول مشينا لعيبة كثير ما نحتاجهم، ما في داعي نمسكهم أو نمسكهم بكشوفاتنا وإحنا ما نحتاجهم، فالله يرزقهم يروحون يدورون نادي ثاني. وإحنا بالنسبة لنا حيكون في تصعيد غدا أو بعد غد أو خلال الثلاثة الأيام الجاية، حيكون فيه قرار من المدرب بتصعيد حوالي 8 أولمبيين. أعتقد أن هذا هو مستقبل النادي. زي ما شفتوا يا جمهور الشباب، حاضر النادي رائع، والمستوى اللي شفتوه اليوم واللي قبل والدوري والتنافس الجيد، حتشوفون مستقبل رائع أيضا بالتصعيد اللي يستمر بشكل دائم. اخيرا السؤال الاخير لك ابو وليد، في المباراه السابقه نفس الحدث كرت احمر لنفس اللاعب ايضا عمر الغامدي، وكان التصريح المدوي من خالد البلطان. اليوم نفس الاحداث تصير مع ايضا نفس اللاعب، في مفهوميه اليوم، في شيء جديد مع ابو الوليد حاصل؟ لا خلاص، هذيك رسالة خاصة بيني وبين الأمير عبد الرحمن وانتهت، والرسالة وصلت وأدت هدفها. اسمح لي ابو الوليد. لكن اليوم ما عندي شيء، أنا أعتبره خطأ تقديري، لأن الأستاذ فهد المرداسي أعتقد من أفضل حكام السعوديين، ولا أحد يقدر يعني يشكك في قدراته، لكن حقيقة هو خطأ تقديري. والحمد لله أن يعني صارت الأمور كما ينبغي أنها يجب بالنسبة لنا أو كما نبغاها إحنا تمشي. فإذا الله كاتب لك رزق وتاخذ ال3 نقاط، بقولها كلمة ورسالة: لو يجتمع الجن والإنس على أن يسلبوا منك ال3 نقاط أو يأخذوا منك ال3 نقاط، والله كاتبها لك بتاخذها. شكرا. الله كاتبها لنا وأخذناها. شكرا لك ابو وليد. شكرا.